ما في ناس بتسأل هو نقدر نقرا افكار بعض بجد ولا دي خرافه؟ العلماء فعلا قدروا يوصلوا لتقنيات زي اي جي وام ار اي بتلقط اشارات المخ وبيحاولوا يفكوا شفرتها، بس لحد دلوقتي مفيش جهاز يجيب لك الجمله اللي في دماغك بالحرف. احنا بقى كبشر اوقات بنحس اننا فهمنا اللي قدامنا من لغه جسمه وتعبير وشه. الحاجات اللي كنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي، فكرة إن واحد يقرأ أفكار التاني دي، الموضوع ده شكله كده ما بقاش خيال خالص، بالعكس بقى أقرب لينا من أي وقت فات. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول ونسأل السؤال الأهم. تفتكروا ممكن بجد يجي يوم نقدر نعرف فيه اللي بيدور في دماغ اللي قدامنا من غير ما ينطق ولا كلمة؟ المفاجأة إن الإجابة الموضوع فعلا بيحصل دلوقتي. التكنولوجيا دي مش مجرد حبر على ورق، دي أبحاث شغالة وتجارب بتتعمل، والعلم بيتقدم فيها بسرعة رهيبة. طب إيه الدليل على كلامنا ده؟ من فترة قريبة في دراسة علمية اتعملت قلبت الموازين وأثبتت إننا خلاص قربنا جدا نترجم اللي في دماغنا لكلام حقيقي ومكتوب. الحكاية بدأت في جامعة تكساس، جابوا مجموعة مشاركين وقعدوهم يسمعوا بودكاست وكتب صوتية حوالي 16 ساعة كاملة. وهم بيسمعوا كان في جهاز رنين مغناطيسي وظيفي، يعني جهاز fMRI، بيسكان نشاط مخهم لحظة بلحظة. بعد ما جمعوا كل البيانات دي، كل الأنماط بتاعت موجات المخ، سلموها لنموذج ذكاء اصطناعي عشان يحللها ويترجمها. والنتيجة كانت صدمة. الذكاء الاصطناعي مش بس فهم الكلمات اللي المشاركين كانوا بيسمعوها، لا، ده قدر يستنتج جوهر القصة، يعني المعنى العام للي بيدور في دماغهم، حتى لو كانوا بيتخيلوا حاجة من نفسهم. يعني دي مش ترجمة حرفية، دي ترجمة للفكرة نفسها. طيب إزاي السحر ده بيحصل؟ إيه التقنية اللي بتخلي حاجة زي كده ممكنة؟ هنا بقى بيظهر مصطلح مهم قوي اسمه واجهات الدماغ والحاسوب، أو الBCI اختصارا. الBCI دي ببساطة كده هي حلقة الوصل، الكوبري اللي بيربط بين مخك وبين أي جهاز كمبيوتر. فبدل ما تستخدم إيدك عشان تكتب أو صوتك عشان تتكلم، مخك هو اللي بيدي الأوامر مباشرة. طيب إزاي بنوصل للمخ؟ في طريقتين أساسيتين. الأولى بيسموها الطريقة الاختراقية أو الانفيسيف، ودي عبارة عن عملية جراحية بيزرعوا فيها أجهزة إلكترونية صغيرة جوه المخ نفسه. طبعا دي دقتها بتبقى عالية جدا، بس في نفس الوقت فيها مخاطرة صحية. أما الطريقة التانية فدي غير اختراقية، يعني نون انفيسيف، ودي أجهزة بتتحط على الجمجمة من بره زي خوذة كده. دي طبعا أأمن وأسهل، بس المشكلة إن الإشارات اللي بتقراها بتكون أضعف ومش بنفس الوضوح. ودلوقتي بقى خلينا نسرح بخيالنا شوية. يا ترى لو التكنولوجيا دي انتشرت وبقت في إيد كل الناس، شكل حياتنا هيبقى عامل إزاي؟ التطبيقات بتاعتها فعلا ممكن تكون أوسع بكتير من اللي نتخيله. إحنا هنا بنتكلم عن مفهوم جديد تماماً، إن الإنسان والآلة يبقوا في ليق واحد. يعني الكمبيوتر مش مجرد أداة بنستخدمها، لأ، ده هيبقى شريكنا في التفكير. الجملة دي من تقرير لمؤسسة راند بتلخص الفكرة كلها. الفكرة مش إن الآلة تساعد الإنسان، لأ، الفكرة إنهم يفكروا سوا. تخيلوا عقل بشري وذكاء اصطناعي شغالين مع بعض في نفس اللحظة. ومن هنا بقى الموضوع بياخد منحنى تاني خالص، وممكن يبقى مقلق شوية. ما هو لو التكنولوجيا دي بالإمكانيات الجبارة دي، فأكيد هيكون ليها استخدامات عسكرية ممكن تغير شكل الحروب اللي نعرفها تماماً. تخيلوا معايا كده جنود في المعركة بيتواصلوا بالتخاطر من غير ما يقولوا ولا كلمة، أو جندي واحد بس يقدر يتحكم في سرب كامل من الدرونز بمجرد التفكير، أو حتى إننا نعدل في كيمياء المخ عشان الجندي ما يحسش بخوف أو بألم. دي فعلاً قدرات خارقة بتنقلنا لعالم تاني خالص. بس زي أي تكنولوجيا قوية لازم ناخد خطوة لورا ونبص على الجانب التاني من العملة. إيه المخاطر وإيه التحديات الأخلاقية اللي ممكن تقابلنا؟ الموضوع هنا مش مجرد إن بياناتنا أو إيميلاتنا تتسرق، إحنا بنتكلم عن احتمالية إن أفكارنا نفسها تتسرق أو يتم اختراقها. بنتكلم عن التلاعب بمشاعر الناس أو حتى تغيير ذكرياتهم. يعني الخطر هنا مش بس على الخصوصية، ده على إحساسنا بنفسنا كبشر. وهنا بقى لازم نقف ونسأل نفسنا سؤال مهم قوي. لو التكنولوجيا دي بقت موجودة في إيد أي حد، هل هنكون مستعدين إن أفكارنا، أسرارنا، أكتر حاجة خاصة جوانا تكون مكشوفة للكل، زي الكتاب المفتوح كده أي حد ممكن يقرأ فيه؟ الحقيقة إننا واقفين على أعتاب ثورة جديدة ممكن تغير مفهومنا عن يعني إيه تكون إنسان. المستقبل اللي جاي شايل أسئلة أكتر بكتير من الإجابات، وشكلها كده الرحلة لسه في أولها. خلينا نوضح مصطلح التخاطر التكنولوجي. الموضوع هنا مش قدرات خارقة ولا سحر، لأ. الموضوع ببساطة هو استخدام أجهزة متطورة وذكاء اصطناعي عشان تقرأ وتفهم إشارات المخ.
كل ده بيتم عن طريق حاجة اسمها واجهات الدماغ والحاسوب، أو اختصاراً BCIs. وهنا بقى نيجي للجزء المثير بجد، فك شفرة الدماغ. دلوقتي هنشوف أهم الإنجازات اللي بتقربنا خطوة ورا التانية من الهدف ده. نبدأ طبعاً بالاسم الأشهر، شركة نيورالينك. الشركة دي عملت ضجة كبيرة لما نجحت إنها تزرع أول شريحة دماغية في إنسان، والنتيجة كانت إن مرضى الشلل بقوا يقدروا يكتبوا أو يحركوا ماوس الكمبيوتر بمجرد التفكير. مجرد التفكير بس. بس نيورالينك مش لوحدها في الملعب ده. شركة ميتا شغالة في اتجاه تاني خالص، بيطوروا مساحات دماغية مش بتحتاج أي جراحة، وبالذكاء الاصطناعي قدروا يفكوا شفرة الكلمات اللي الشخص بيفكر فيها في صمت من غير ما يتكلم خالص. وفي إنجاز تاني بصراحة مدهش من جامعة تكساس، الباحثين هناك استخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يترجموا إشارات المخ مباشرة لنص مكتوب ومفهوم، تخيلوا، وبرضه من غير أي تدخل جراحي. طيب هل في فعلاً جهاز موجود دلوقتي بيقدر يقرأ الأفكار؟ خلونا نركز على حالة محددة ومذهلة، جهاز اسمه Alter Ego من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو MIT. اسمعوا بس الباحثين في MIT نفسهم وصفوا الجهاز ده بإيه؟ قالوا عنه أول جهاز قابل للارتداء في العالم يشبه التخاطر. ده طبعاً وصف كبير جداً ومش قليل أبداً. طيب إزاي السحر ده بيشتغل؟ الخطوات في الحقيقة بسيطة. أول حاجة، الشخص بيفكر في الكلمة جوه دماغه. بعدها السماعة اللي لابسها دي بترصد الحركات الصغيرة جدا اللي بتحصل في الفك والوجه. بعد كده الذكاء الاصطناعي بيتدخل ويترجم الإشارات دي لكلمات، وفي الآخر المعلومات دي بترجع للشخص عن طريق حاجة اسمها التوصيل العظمي، يعني الصوت بيوصله عن طريق اهتزازات في عظم الجمجمة مش عن طريق ودنه. جهاز ألترا إيجو ده بيتوصف إنه امتداد للعقل. هو سماعة مش محتاجة أي جراحة، بتساعد الناس اللي عندهم مشاكل في النطق وبتخلي تواصل الصامت ممكن تماماً. والنقطة الأهم بقى واللي بتطمن جداً، الجهاز ده بيشارك بس الأفكار اللي الشخص عايز يشاركها، يعني التحكم كله في إيده. تمام؟ ده كان مثال واحد لجهاز موجود، بس تعالوا نبص على الصورة الأوسع ونشوف إيه التطبيقات اللي ممكن حرفياً تغير شكل العالم اللي نعرفه. الإمكانيات هنا لا نهائية تقريباً. تخيلوا معايا كده، في الطب نقدر نرجع القدرة على الكلام لمرضى الشلل، في التعليم ممكن ننقل المعرفة بين العقول يبقى أسرع بكتير، في الشغل ممكن الفرق تتعاون حرفياً بسرعة التفكير، في العوالم الافتراضية زي الميتافيرس التفاعل هيكون مباشر من العقل للعالم الافتراضي، حتى في المجال العسكري بيتم استثمار مليارات لتطوير أنظمة تحكم بتشتغل بالأفكار. لكن كبيرة قوي، مع كل الإمكانيات الرهيبة دي بتظهر تحديات ومخاوف أخلاقية مش سهلة أبداً. مهم نعرف إن الموضوع مش بالسهولة دي، والطريق لسه طويل. أولاً الدقة، لأن إشارات المخ معقدة ومليانة تشويش وبتختلف من شخص للتاني. ثانياً موضوع التدخل الجراحي اللي معظم التقنيات دي لسه بتعتمد عليه، وطبعاً التكلفة الباهظة جداً للأجهزة والأنظمة دي. وهنا بنشوف إن الموضوع فعلاً ليه وجهين، زي العملة، ناحية فيها وعود مذهلة زي استعادة التواصل وتحسين التعاون، والناحية التانية فيها أخطار حقيقية زي اختراق العقول، المراقبة الذهنية، وطبعاً فقدان أهم حاجة، الخصوصية العقلية. وده بيخلينا لازم نسأل نفسنا أسئلة مصيرية وصعبة قوي. لو أفكارنا ممكن تتقري، هنحميها إزاي؟ وهل المفروض نسمح لشركات أو حكومات إنها توصل لبيانات مخنا العصبية؟ طيب الكلام ده ممكن نشوفه على أرض الواقع إمتى؟ المتخصصين في المجال بيتوقعوا إننا ممكن نشوف أشكال مبسطة من التكنولوجيا دي، زي إننا نبعت رسائل نصية بالتفكير مثلاً في خلال من 10 ل 20 سنة من دلوقتي. الخلاصة إننا فعلاً على وشك فك شفرة العقل البشري، وده بيسيبنا في النهاية مع سؤال أخير ومهمة جداً: هل إحنا فعلاً مستعدين لعالم ممكن أفكارنا فيه ما تكونش بتاعتنا لوحدنا؟